أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاوينا. في ناس بتفتكر إن التسامح كلمة سهلة بتتقال كده وخلاص، سامحت ونقفل الموضوع. بس الحقيقة محدش بيسأل هو قبل ما تقول سامحت اتوجعت قد إيه، وقد إيه عديت وسكت واستحملت علشان بس تفضل محافظ على اللي بينكم، وقد إيه كل مرة كنت بتقول معلش كانت بتكسر فيك حتة صغيرة من غير ما حد يحس. تعال احكي لكم عن بنوتة جميلة اسمها سلمى. سلمى بنت عادية جدا، بتحب الناس وبتحب تعيش في سلام، من النوع اللي بيقول معلش بسرعة ويعدي علشان خاطر أي حاجة. صحابها بيحبوها بس برضه متعودين إنها بتعدي. لحد ما في يوم كانوا قاعدين في قعدة عادية، ضحك وهزار، وفجأة واحدة من صحابها قالت كلمة شكلها هزار بس تقيلة، كلمة عن حاجة خاصة بسلمى، حاجة هي أصلا كانت متضايقة منها، واتقالت قدام الكل. اللي حواليها ضحكوا وهي كمان ضحكت، بس من جواها في حاجة اتكسرت. رجعت بيتها يومها وفضلت ساكتة، حاسة بحاجة بتخنقها، زعلانة من جواها قوي. فضلت تعيد الموقف في دماغها، هي قالت كده ليه؟ هو أنا سهلة كده؟ هو هزارهم عادي على حسابي؟ تاني يوم صحابها كلموها عادي، ولا كأن في حاجة حصلت، ولا اعتذار، ولا حتى إحساس إن هم زودوا في الكلام. وساعتها سلمى وقفت مع نفسها. هي طول عمرها بتسامح، بس المرة دي الموضوع مختلف. المرة دي هي موجوعة بجد. عدت الأيام وهي مش عارفة تعمل إيه، يا تسامح وترجع لنفس الدايرة، يا تاخد جنب وتقسى. بس الحقيقة لا ده مريح ولا ده مريح. لما حاولت تقسى اتخنقت من نفسها، ولما فكرت تسامح افتكرت كل مرة اتوجعت فيها قبل كده. لحد ما في يوم حصل موقف صغير تاني من نفس النوع من الهزار، بس المرة دي سلمى ما ضحكتش. سلمى بصت وسكتت، وبعدين قالت بهدوء أنا مش بتضايق من هزاركم، أنا بتضايق لما الهزار بيكون على حسابي. سكتوا لأول مرة حد يحس إن مش عادي. ومن هنا سلمى فهمت حاجة، إن التسامح مش إنك تفضل ساكت، ومش إنك تعدي كل حاجة. التسامح إنك تختار تسيب الوجع جواك، بس ما تسمحش إنه يتكرر. الطيبة مش ضعف، هي سامحتهم عشان ترتاح، مش علشان ترجع سلمى القديمة. اتغيرت وبقيت بتحط حدود، بقيت بتتكلم، ما بقيتش بتسكت على اللي بيوجعها. عرفت إن الطيبة مش ضعف، بس السكوت اللي من غير حدود هو اللي ضعف. وفي الآخر يمكن إحنا ما بقيناش بنسامح بسهولة زي زمان، بس مش علشان قلوبنا قست، لأ، بس عشان بقينا فاهمين إن التسامح مش معناه إنك تدي فرصة تانية لنفس الوجع. شاركونا في التعليقات وقولوا لنا اتحطيتوا في موقف قبل كده زي سلمى وعديتوه وسامحتوا، ولا قدرتوا تقولوا لأ؟ وانتظرونا في حلقة جديدة من حكاوينا.